السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. تعالوا النهاردة نعمل غدا سريع، عشاء سريع، حاجة كده تحفة وسهلة والطعم مفيش اجمل من كده. تعالوا نشوف عملنا مع بعض ازاي في فيديو النهاردة. هنا معايا شوية بانيه لقيتهم في التلاجة، والخضار احنا هنخليه بره، مش هنحشي بيه السندوتش نفسه من جوه، عشان السندوتش ممكن ايه ابنك او بنتك ياكلوا سندوتش واحد ويسيبوا التاني. لو الخضار ده قعد في السندوتش هيبل السندوتش ويبوظ. معايا شوية بطاطس محمرة، حطيت عليها شوية ملح وكمون، ومعايا كاتشب ومايونيز. هنقطع البانيه ده وتعالوا نشوف هنعمل السندوتش ازاي. هنا بقى معانا اهو. بصي تحطي بقى ايه الحشو، مش يعني بصي المتوفر عندك، المتوفر عندك تقدري ايه تعملي حشوات مختلفة. هنا هحط بطاطس زي ما قلت لكم. كنت الاول بحط كاتشب ومايونيز ومستردة، بحس ان العيش مبلول. الحاجات دي بره للي عايز. تمام. هنعمل ايه بقى؟ ندخل الحشو ده كده جوه اهو زي ما انتوا شايفين، ونقفل زي ما انتوا شايفين كده. بصي هنقفل ايه من الجنبين كده. امسكي يا ملك. وطبعا معايا الجريل. ده اول سندوتش. طبعا هعمل تحفة. الكميه كلها. ايه رايك يا ملوكه؟ حلو قوي. هعمل الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو، ونشوف طريقه التسويه عشان ياخد بصمه الجريل. بصوا هنا اللهم بارك، عملت 8 سندوتشات من العيش السوري. طبعا لما البانيه خلص، لاني انا مش عامله كميه كبيره، كملت ببطاطس. بيبقى برضو بالبطاطس ولو عندك توميه بيبقى حلو جدا. بصي الجمال. تعالي نشوف بقى هنسويه ازاي. هنا عندي جريل سخنه، وحطيت شويه زيت كده، وهنشوف مع بعض بنعمل ازاي، طريقه هنرصه مع بعض ازاي. بصوا انا حطيت ايه اول 4 اهم، وهنقلبهم ونشوف شكلهم عامل ازاي، والطعم والحشو ده يرجع لك انت. بصوا الجمال، بصوا اللون، اللهم بارك، حاجه كده تحفه. انا بقى طبعا بقلب بدي عشان طبعا الجريل سخنه جدا. هقلبه على الناحيتين عشان كله ياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، يبقى زي اللي بنجيبه من بره. بصي بصي الجمال. وهنا الشكل النهائي، اللهم بارك، حاجة كده روعة وسريعة والطعم تحفة. ما تجيبيش حاجة من بره. عندك لو عندك بواقي اكل، ميكس جبن، اي حاجة، لحمة مفرومة، الكلام ده كله، اعملي هاتي عيش سوري واحشيه واعملي الطريقة دي، هيعجبك جدا وهيعجب اولادي. جربوه بنفس الطريقة وان شاء الله يعجبكم. سلام عليكم.